متابعين شلونكم؟ صحتكم يا رب تكونوا بخير. صلاة على محمد وآل محمد. نسوي اليوم كبة البرغل وعلى طريقتي وسهلة ما يحتاج لها كل شيء. راح أضيف 3 كوابة برغل ناعم مو خشن. هذا الكوب الثاني. الكوب الثالث راح أبدي أغسله خابيئة ربع أو شغلات على مود أبدي أطبخه. وهنا راح أخلي مي عالية خاطر أخليه على النار. هنا صار عندي كوبين وهذا الثالث، يعني كل كوب برغل عليه كوب مي. راح أخليه على النار وأطبخه. هنا بدأ البرغل دا يشرب المي، يعني راح يتكون عندنا عجينة. راح أضيف هنا بهارات الكبة فقط، وبعدين أضيف الملح عليه، ما أضيف هسه بالبداية. راح أضيف عليه الكركمين الأصفر، فدذنين بهار الثنين، الكركمين والبهار الكبة، يبقى بس الملح بالأخير. البرغل دا ينعجن وينطبخ على النار ونشف من عنده المي. بعد تكور عندنا عجينة، يعني ما راح يظل يلتصق بالقدير. راح أخليه وين يبرد وأبدي أكمل وياكم الحشوة. أسوي الحشوة. هنا عندنا طبعا اللحم بس دي دسم بيضية، راح أبدأ أحمسه بدون دهن. بعد ما أذب الدهن مالته، هذا مو مي هذا دهن، بعد ما أذب الدهن مالته راح أخليه يحمس حمسة زين. ما اكتملت راح أدي وتغير لونه، راح أضيف البصل عليه بدون دهن. راح أخليه من يتغير لون البصل ويذبل، أذب عليه البهارات وأكمل. ما ذبل عندي البصل صار بهذه الطريقة، راح أبدي أضيف البهارات الكبة عليه، بهارات الكركمين الأصفر. وهنا راح أضيف الملح فقط مني اللي أضيفه على الحشوة الكبة. أكتمل عندنا البرغل وبرد. هسه أقدر بعد أخلي عليه، إذا مثل أريد أفرزه مدة طويلة يعني ألفه وأخليه بالفريز، لازم أخلي عليه نشا عمود ما يتفتح عندنا ونريد نقليها. راح أضيف عليها ملعقتين نشا خلاص، وراح أضيف عليها بوتيتا طبعا مهروسة، سالقتها وخارستها. أما تورسوها بالشوكة، أما يعني تخلوها بالبراشة، راح تعطي طعم للبرغل وراح تعطي طراوة. هنا راح أبدي أدانس المواد كليته بين النشا والبوتيتا والبرغل. إذا عندكم محضرة طعام سووا به، مثلا ماكينة لحم أسهل لكم، وهاي الطريقة هم سهلة. وهنا بعد ما اكتملت عندي راح أرش عليها بالأخير الملح، ما أرشه بالبداية. أبدي ألف الكوبايات قدامكم واحدة واحدة. هاي أول كوباية لفت عندي بهاي الطريقة. جهزت الكبة عندنا وبهاي الطريقة راح أبدي أقليها. وهنا سويت كبة راح أسويها سوب، يعني خلينا نقول عليها شوربة كبة، أما كبة السراي، فسويت الطريقتين وراح أبدي بها خطوة خطوة أراويكم إياها. أبدي أحمص البصل، قطع البصل وحده، ومن ياخذ عندي اللون الأزرق أبدي أضيف المواد الباقية. هنا بعد ما أشقر عندنا البصل راح أضيف ملعقتين طحينة تمن العنبر، هم يعطي طعم طيب وهم يصير السوب ثخين ما يظل خفيف.
أخذ ملعقتين كبار معجون وأبدأ أحمس بيهن عمود ينطى اللون بالحمص. بعد ما حمست عندي المعجون وطحين التمن والبصل راح أضيف عليه المي الحار عليها شعرية. يسلق أنا ثارنته ومجففته راح أخلي عليه شوية ينطي طعم طيب. وهنا راح أبدأ أقلل كوبايات وحدة وحدة. طبعا أنا الزيت حامي ومنصل العين. وهنا راح أبدأ أنزل الكوبايات وحدة وحدة وأفرق المكان عنهم. أبدأ أضيف وجبة بلاغ. آخر كوباية ما راح أحركها نهائيا، أغطى عليه وأتركه. ما راح تستوي طبعا الكوبايات، هي يعني من عندها راح تصعد ترتفع لي فوق أفتي ما استوت، وأبدأ أهدرها مثل ما وضحتكم. بعد ما استوت ارتفعت لي فوق راح أضيف عليها الملح، لأن أنا ما خليتها ملح أبد. هذا كلش كافي. راح أبدأ أهدرها قريب يعني تكمل أقدمها لكم. وهنا اكتملت كبتنا وقليناها بهاي الطريقة وسمعوا القرمشة وتصير خفيفة بهذا الشكل. اعتمدوا هاي الوصفة وما راح تتندمون أبد.